اسمع الفيديو ده للآخر عشان انت ممكن تكون سبب في إنقاذ حياة إنسان. جلطة القلب هي السبب الرئيسي للموت المفاجئ في القرن العشرين وال21، والإحصائيات بتقول إن أكتر من 50% من الحالات اللي بيجي لها جلطة في القلب مش بيلحق أصلا يوصل المستشفى، وبتحصل الوفاة قبل ما يوصل. حتى الحالات اللي بتوصل المستشفى بيبقى منها تقريبا 25% عرضة للموت المفاجئ قبل التدخل الطبي. إنقاذ المريض اللي جاي بجلطة في القلب عن طريق القسطرة الفورية بيدي أمل لمرضى كتير جدا في الحياة مرة أخرى. انت كمان لازم تعرف ان ليك دور. اول حاجه لازم تعرفها ان المريض اللي بيجيله جلطه في القلب يفضل ما يستناش اكتر من 6 ساعات لحد ما يوصل المستشفى ويتم التدخل السريع معاه. ومعنى الكلام ده ان اي مريض او قريب او صديق انت تعرفه حس باي وجع في الصدر بشكل مفاجئ لازم تاخده وتتحرك بيه على الفور للمستشفى. اي مريض حصل له اغماء مفاجئ ورجع للوعي مره اخرى لازم تروح بيه المستشفى فورا. وزي ما ذكرنا كل ما كان انقاذ المريض في وقت سريع كل ما كان فيه استفاده احسن بكتير. وافتكروا دايما ان مريض جلطة القلب مسؤوليتك ان انت تتحرك بيه مباشرة على المستشفى. بشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.